السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. طبعا ساعات كتير بتبقي ناوية تعملي أكلة وبتعملي غيرها في آخر لحظة، بتبقى مش عندك المكونات، بتبقي انتي والولاد نفسكوا تاكلوا أكلة عايزين تغيروا شوية فيها، وساعات بتطلع النتيجة أحسن ما توقعتي وأحسن من الأكلة الأساسية اللي كنتي هتعمليها. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي بوراك الفراخ المخلية مع شوية كريمة كانوا موجودين. هنبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه هنبدا نتبل الفراخ بتاعتنا ملح وفلفل، مش عاوزين نكتر في البهارات قوي، بس المهم ان انا اتبلها ملح وفلفل. بعد كده هجيب رشه دقيق بسيطه، هعفر كده الفراخ دي بالدقيق، احاول اغلف طبعا الفراخ بالدقيق كل الجوانب. بعد كده هبتدي ان انا اصفيها بقى من الدقيق دوت، واجيب معلقه زبده حلوه كده، معلقه معلقتين، وابتدي ان انا انزل الفراخ دي تاخد وش كده وتتحمر. انا هنا في المرحله دي انا بسوي 3/4 سوا. خدوا بالكم احنا هنا بنتعامل مع وراك فراخ، يعني برضو اللحمه بتاعها محتاج تسويه شويه، فبتديني اللون الذهبي. ببتدي انشلها من السمنه بتاعتها الزبده، واجيب بقى شويه خضار من عندي حلوين كده من التلاجة، بطاطسيتين على بصلايه حلوه، ابتدي ان انا اقطعهم كلهم ترانشات. احنا هنا بنعمل تقطيعة خضار بحيث ان هي تستحمل شوية في التشويحة بتاعتها. هجيب الطاسة اللي كنت مشوحة فيها الفراخ، ببتدي ان انا انزل عليها كمان بمعلقة زبدة، وانزل بالخضار، البصل مع البطاطسيتين مع نص معلقه توم مفروم، واشوحهم مع بعض. اجي بقى على الفراخ اللي انا كنت مديالها اللون الذهبي، ابتدي ان انا اقطعها شويه، اخليها ترانشات كده، كل مثلا شريحه اقطعها لشريحتين او 3، وابتدي ان انا اقلب في الخضار بتاعي تقليبه بسيطه، مش عاوزاه يتهري. طيب ممكن ازود ايه وانتي شغاله كده؟ ممكن تطلعي برضو فلفلتين من الثلاجه، لو عندك مشروم عايزه تزودي اي خضار على الاكله دي مش هتقول لا. وبعد كده هتنزلي بقى بنص ازازه كريمه لباني. طبعا الكريمه اللباني بتدي طعم جميل جدا للفراخ مع الخضار المتشوح ده، وهتبتدي ان انت تسيبي الكريمه اللباني مع الخضار بتاعك مع المشروم مع الفلفل مع الفراخ تاخد تسويه تاني، وتغطي عليها وتسيبيها قد ربع ساعه. طبعا انت مزوده كريمه، وممكن كمان في الحاله دي ان انت تخففي بشويه لبن. انا ما بقولش هنا بقى نحط دقيق، طبعا البطاطس فيها ماده نشويه، فمش محتاجين ان احنا نزود تقل للصوص بتاعنا، احنا عايزينه يبقى جوسي وحلو. فكفايه قوي ان انت حطيتي الكريمه مع البطاطس مع ممكن كوبايه لبن كده، اديتلك الطعم الغني الجميل. وتقلبيها شويه بعد ما اتغطت وبقت تمام. خلاص كده بتتجربي بقى الفراخ بتاعتك، بتشوفي بقى بالشوكه كده استوت ولا لا، بتبقى طبعا تحفة وزي الفل وريحتها قلب البيت كله. بتبتدي بقى خلاص هنا مرحلة الغرف كده، خلاص بقيتي عملتي أكلة مختلفة. بدل ما كنت هتعملي من الكام ورك دول شيش طاووق، انتي عملتي أكلة حلوة قوي. طب نقدر ناكلها جنب ايه؟ جنب رز أبيض، ممكن ناكلها جنب مكرونة مسلوقة. الأكلة دي أكلة جميلة جدا وطعمها تحفة، وريحة الزبدة وريحة البطاطس وهي متشوحة ولا أحلى ولا أجمل من كده. نقدر بعد كده ان احنا نزوقها ببقدونس من على الوش، نقدر ان احنا نزوقها بكزبرة خضراء، بأي طريقة هي أصلا تتاكل حاف من غير أي حاجة. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.